السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير بتشوف لعبة الشطرنج دي بس ما بتبقاش عارفة ايه حكايتها، ايه الحاجات اللي فيها دي، الحاجات اللي فيها دي بتتحرك ازاي، ايه الغرض من اللعبة، بتكسب فيها ازاي. كل ده ان شاء الله هنعرفه بالتفصيل في الفيديو ده. انا عبد الرحمن التلاوي ودي قناة على اليوتيوب، والفيديو ده هتكلم فيه عن شرح لعبة الشطرنج بالتفصيل. تابع وشوف الفيديو لحد الاخر، ولو عجبك ما تبخلش عليه باللايك وتقول رأيك في التعليقات. ولو انت لسه جديد واول مره تخش القناه، اتشرف باشتراكك وانضمامك معايا في القناه. ويلا بينا عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، نخش في الفيديو على طول. ايه هو الشطرنج ده؟ الشطرنج ده زي ما انت شايف قدامك، ده عباره عن حاجتين اتنين: قطع ومربعات. خلينا في المربعات الاول. المربعات دي على حاجه اسمها رقعه شطرنج. الرقعه دي بيبقى فيها 64 مربع، 8 اعمده و8 صفوف، لكل عمود حرف وكل صف رقم. زي ما انت شايف كده، بتبدا من تحت كده على الشمال بالعمود حرف الاي، وبعد كده البي، وبعد كده سي دي اي اف جي اتش. تمام. وفي برضو الارقام للصفوف، الصف رقم 1 2 3 4 5 6 7 8. عشان كده كل مربع ليه اسم. ازاي؟ لو وقفنا على المربع ده، العمود بتاعه حرف ايه؟ البي. تمام. الصف بتاعه رقم كام؟ 5. هيبقى كده بي 5. تمام. يبقى كده عرفنا ان الرقعة فيها 64 مربع، لكل مربع اسم، وهي مربعات متعاكسة الالوان، لون ولون زي ما انت شايف قدامك كده. تمام. ايه كمان؟ حاجة تاني نبقى واخدين بالنا منها كويس في الرقعة لما تيجي تبدأ لعب: تملي على طول المربع اللي تحت على يمينك اللي هو الاتش 1 ده ابيض. مربع البداية عندك اللي تحت على يمينك أول مربع ده بيبقى على طول أبيض، عشان القطعة تبقى مرصوصة صح. نيجي بقى بعد كده للشطرنج نفسه. في الأول قبل ما نعرف إيه هو الشطرنج وبيتكون من إيه وإيه هي القطعة وإيه حركتها، لازم تكون عارف هو المكسب في الشطرنج ده إزاي. إنك تلعب على إنك تموت الملك، وهو ده. طب والملك ده بيموت إزاي؟ ده بيبقى عن طريق تهديد أي قطعة ليه من القطع دي بحاجة اسمها بنقول له كش. ما بيبقاش بقى لا ليه ولا حركة، ولا في حاجة من القطع بتاعتك دي تقف قدام الملك تحميه أو تاخد القطعة دي، أو في حاجة تقف قدامه أو الملك ده ملوش أي حركة، يبقى الملك ده مات، يبقى أنت كده كسبت في اللعبة دي. إيه هي بقى القطعة دي وإيه حركتها عشان توصل للملك وتموته؟ دي زي ما أنت شايف كده قدامك على الرقعة بتبقى 32 قطعة، 16 معك ونفس ال 16 دول مع خصمك. القطع دي زي ما انت شايف بتبقى 8 عساكر في المقدمة، قلعتين على الجناب، بعديهم الحصانين، وبعديهم فيلين، وبعديهم الوزير والملك. يبقى كده عرفنا عددهم كام واسمائهم ايه. نعرف اماكنهم وبيترصوا ازاي. 8 عساكر في الصف الثاني من قدامك، الصف رقم 2. الصف ده بيتحط عليهم الثمان عساكر. وراهم بقى في الصف الاول في البدايه كده بيترص على الجناب القلاع، بعدهم الحصانين، بعدهم الفيلين، وبعدهم الوزير والملك. يبقى احنا عرفنا كده على الجناب في القلعتين، بعدهم الحصانين، بعدهم الفيلين، بعدهم الوزير والملك. طب الوزير والملك اللي اتبقوا دول، المربعين، بيتحطوا عليهم في اي مكان عادي ولا ليهم اماكن معينه؟ لا، هم ليهم اماكن معينه، وركز في الحته دي. لو بتلعب بالقطع البيضاء، الوزير بتاعك الابيض هيتحط على المربع الابيض. طب ولو بتلعب بالقطع السوداء، الوزير الاسود هيتحط على المربع الاسود. وبكده ابقى عرفت رقعه الشطرنج بتتكون من ايه، بتتحط ازاي. عرفنا ازاي بتكسب في اللعبة، ايه هي القطع، عددهم ايه، اسمائهم ايه، بيتحطوا ازاي على رقعة الشطرنج. نيجي بعد كده لحركات القطع، ونبدأ بالعساكر. عسكري انت بتتحرك ازاي؟ انا بتحرك مربع واحد فقط لقدام طول الجيم، ولو في قدامي حاجة ما اقدرش اتحرك، لو في حاجة قافلة عليا الطريق ما اقدرش اتحرك. تمام. بس كده؟ لا، انا لو ما اتحركتش من مكاني ممكن اتحرك مربعين لقدام. بمعنى مربعين لقدام طول ما انا لسه ما اتحركتش. انت لو واخد بالك لما انا قلت لك ازاي تموت الملك، قلت لك ان جميع القطع ممكن تاخد قطع الخصم. العسكري من ضمن القطع دي، ايوه، يقدر ياخد او ياكل قطع الخصم. يقول لك يا سيدي انا اقدر اخد قطع الخصم لو واقفه قدامي بس على يميني او على شمالي. لو واقفه قدامي في المربع ده انا ما اقدرش اتحرك ولا اقدر اجي جنبها. بمعنى لو الخصم، لو نفترض انه لعب لعبه مثلا زي كده، يقول لك انا ما اقدرش اتحرك لقدام، ماليش حركه. يعني مثلا لو هو واقف برده هنا، انا اقدر اخد يا العسكري ده او العسكري ده. طب وانت عسكري في حاجه تاني تقدر تعملها؟ قال لك ايوه، انا ممكن اترقى لاي قطعه انا عايزها، اذا كانت وزير بقى او فيل او حصان او طابيه، لو وصلت لاخر صف اللي هو صف الملك بتاع الخصم. بمعنى اللي انا لو فضلت امشي وخصم يمشي وانا امشي وخصم، لو نفترض يمشي وانا امشي وخصم مشي وانا امشي واتحرك واوصل لاخر مربع للصف الملك بتاع الخصم، اقدر اترقى الوزير او حصان او الطابي او الفيل زي ما انت شايف قدامك. انت في حاجه تاني تقدر تعملها؟ قال لك ايوه، في حاجه بعملها اسمها اكل بالمرور. دي لو انا واقف عند مثلا نفترض اللي هو وصل لحد هنا، والخصم عايز يتحرك بالعسكري ده،
خطوتين مش خطوة واحدة يقدر ياكله بالمرور. ليه بقى؟ عشان هو لو عدى من قدام المفروض ياكله، يعني هو لو وصل هنا المفروض العسكري بتاع الخصم ياكله زي ما قلنا. لا، هو ما كلهوش وعدى من قدامه مرتين، يقدر هو ساعتها انه ياكله بحاجة اسمها المرور. تمام كده؟ تمام. دي كده كل حاجة ممكن تعرفها عن العسكري. نيجي بعد كده لحركة الحصان. نسأل الحصان انت بتتحرك ازاي؟ قال لك يا سيدي انا بتحرك 3 مربعات على شكل حرف ال. بمعنى شكل حرف ال اوصل للمربع الثالث ل3 مربعات فيه. بمعنى اكتر امشي مربعين بنفس الاتجاه والمربع الثالث عكسهم. الكلام ده بقى لقدام او لورا او يمين او شمال. قدام مربعين نفس الاتجاه والمربع الثالث عكسهم، او الكلام ده يبقى لورا مربعين نفس الاتجاه مربع الثالث عكسهم. الكلام ده يكون بالجنب مربعين نفس الاتجاه والمربع الثالث عكسهم يمين او شمال. ونفس الكلام على الجنب الثاني مربعين نفس الاتجاه والمربع الثالث عكسهم يا يمين يا شمال. يعني انت وانت في مكانك كده تقدر توصل لكم مربع؟ قال لك انا اوصل وانا في مكاني كده في نص الرقعه ل8 مربعات. ازاي؟ عد معايا. قلنا على شكل حرف لام واوصل المربع الثالث اللي يكون عكسهم، ونطبق الكلام ده على جميع الاتجاهات حوله، يبقى يقدر يوصل هنا وهنا 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 وهنا. 8 مربعات اللي احنا لو دوسنا عليه هيظهر لك جميع المربعات اللي هو اتحرك فيها. نيجي بعد كده لحركة الفيل. يا فيل انت بتمشي ازاي؟ قال لك يا سيدي انا بمشي بحرف اكس على جميع المربعات اللي بنفس لوني. لا، واحدة واحدة بقى كده. يعني ايه نفس لونك دي؟ انت لونك ده بنعرفه منين؟ قال لك انا لو ببقى واقف على المربع الاسود بيبقى لوني فيل اسود، لو انا واقف على المربع الابيض بيبقى لوني فيل ابيض. بمعنى انا دلوقتي فيل اهو واقف على المربع الاسود، اتحرك ازاي؟ قال لك بمشي حرف الاكس على نفس مربعات اللي نفس لوني. تمام. طب لو انت في الابيض بقى، قال لك امشي حرف اكس على جميع المربعات اللي بنفس لوني. دي كده حركة الفيل. يقدر يوصل على جميع المربعات اذا كان من اول الرقعة لاخر الرقعة بس بنفس لونه على شكل حرف اكس. يجي بعد كده لحركة القلعة. يا قلعة انت بتمشي ازاي؟ بمشي مستقيمات اتجاهات ثابتة لقدام او بالعرض. مستقيمات طول او عرض. معنى اللي انا اقدر امشي طول الرقعة بالطول او بالعرض. مستقيمات. تمام. نيجي بعد كده بقى لحركة أقوى قطعة فيهم وهو الوزير. ليه بقى؟ بمعنى أقدر أمشي مستقيمات بالطول أو بالعرض نفس حركة القلاع، أو أقدر أمشي حرف الإكس نفس حركة الفيل. وبكده ده أقوى قطعة يقدر يوصل لأي مكان. بمعنى لو دوسنا عليه كده دي كل المربعات اللي يقدر يوصل فيها. وبكده يبقى عرفنا حركات القطع بالتفصيل. وبكده يبقى خلصنا الفيديو. لو عجبك ما تبخلش باللايك وتقول رأيك في التعليقات. لو انت لسه ما اشتركتش الحق اشترك وفعل جرس الاشعارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.